بإخلاص، كان نجما مزج البراعة بالأخلاق. نزار محروس. نتكلم عنه ليس هجوم على المنتخب السوري، لكن المنتخب السوري يعوض هذه المشاكل بالروح العاليه بالقتاليه العاليه. وايضا لاحظ لعيبه سوريا شافوا الكابتن نزار محروس الناقد الفني في ابو ظبي الرياضيه، مدربهم يعني يسلم عليه مدربهم. نعم مدربهم وكان نجم، واحد الكفاءات التدريبيه الممتازه. نعم يعني احد الكفاءات التدريبيه الممتازه. اليوم راح نرحب بضيف قادم من سوريا حنتعرف عليه بهذا البرومو اللي عامله بشير كامل. أكيد عرفتوا من ضيفنا لحلقة اليوم هو الكابتن الكبير، حيبدأ أقول كبير عمرا وقدرا ومكانة وإنجازات، كابتن نزار محروس. أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز. كابتن، بهذا السجل الكبير لك في تاريخك التدريبي، لديك بطولة قارية، لديك بطولات في كل دولة ذهبت لها، ألم تكن مغامرة كابتن مع تعاقدك مع فريق يعني لديه خطر من الهبوط؟ والله ما في شك، لكن يبقى يعني الدوري السعودي دوري يستحق الواحد يغامر من أجله، وأنا وجدت في نجران الرغبة عند اللاعبين والإدارة والجماهير أنه يكونون متكاتفين وأنه حابين يكونوا بشكل أفضل في المستقبل، وبالتالي هذا شجعني، لأنه أنت لما توجد الرغبة الحقيقية والصادقة هذا شيء يشجعك، وهذا إن شاء الله اللي يشجعني، ونأمل من الله عز وجل أنه يوفقنا في هذه المهمة إن شاء الله. كابتن، يوم نزلت في الأراضي السعودية وشفت في الرياضة السعودية، تذكرت هدفك على المنتخب السعودي في المباراة الشهيرة 5-4 ولا ما جاء في بالك؟ ما شاء الله عليك بتتذكر كل شيء. مباراة شهيرة لا تنسى كابتن، هذه بين المنتخبين السعودي والسوري 5-4 في تصفيات كأس العالم. تتذكر هدفك كابتن ولا ما جاء في بالك وانت جاي؟ طبعا كان مباراة للذكرى والله، يعني الحقيقة لحد الآن ذكرياتها موجودة، وكان بالمنتخب السعودي موجود ماجد عبد الله ومحيسن جمعان والنعيمة نعم لاعبين كبار صحيح. نعم شكرا كابتن، أرجو لك التوفيق، كما كنت نجما في الملاعب أنت كذلك الآن بين المدربين. شكرا جزيلا كابتن نزار محروس المدرب، شكرا. مدرب فريق نجران، شكرا. من هو أفضل اللاعب؟ الحقيقة هذا أمر يعني صعب، لكن الحقيقة في أكثر من لاعب أنا عاجبني بالدوري السعودي. بس على السريع عندك حسين عبد الغني، حلو. في عندك إبراهيم غالب من أفضل اللاعبين، صاروا اثنين نصراويين. أنا ما أطلع على نصراوي، أنا بقول لك الهلال، أنا بوجهة نظري إذا الهلال ونصر، الهلال أفضل فريق بيقدم كورة بالسعودية، لكن النصر أفضل فريق بيصل على الجول في السعودية في الدوري السعودي. طيب. وبالتالي المدرستين مختلفتين يعني، أما لكن اللاعب النجم
اللاعب بتلاقي مستواه شبه ثابت، بتلاقيه محافظ على حاله مثل نعم. انا بحترم كثير حسين عبد الغني. نعم 38 سنه ما شاء الله لهلا متألق. كابتن نزار